مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير، الولد الشقي حسن يوسف، الله يرحمه. اسمه بالكامل حسن يوسف حسن. تاريخ ميلاده 14 إبريل 1934. تاريخ وفاته 29 أكتوبر 2024. توفى عن عمر يناهز 90 سنة، الله يرحمه ويرحم الجميع. ممثل مصري، ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة. اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس كمان في كلية تجارة، واتخرج عام 1955، وكان سنه في الوقت ده 22 سنة. وبعدها اشتغل مشرف فني في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وكمان مثل في المسرح القومي، واكتشفوا الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد في فيلم أنا حرة، اللي كان بطولة لبنى عبد العزيز، واللي اتعرض عام 1959، وكان طالع في دور ابن عمتها، وكان عمره في الوقت ده 25 سنة. قدم بعدها عدد أعمال خلته فنان في عالم الفن. مرحلة الستينات هي مرحلة توجهه الفني. شارك نجمات الفن في أعمال كتيرة جدا، ومن أهمهم سعاد حسني وشادية. من أشهر الأفلام اللي عملها مع شادية فيلم التلميذة، ومن أشهر الأفلام اللي عملها مع سعاد حسني فيلم فتاة الاستعراض. اتجوز مرتين. المرة الأولى كانت من الفنانة لبلبة، اللي استمرت الجوازة لمدة 7 سنين، وبعد كده حصل انفصال. والمرة التانية زوجته وأم أولاده الفنانة شمس البارودي، اللي اتجوزها عام 1972 وهم في الشام، وشاركها في تمثيل أفلام كتيرة جدا، وكمان أخرج لها أفلام كتير. وآخر فيلم ليها هو اللي كان المخرج بتاعه فيلم 2 على الطريق، اللي كان بطولة عادل إمام وشمس البارودي. من أهم المعلومات اللي معروفة عن حسن يوسف إنه اعتزل التمثيل عام 1990، وكان آخر أفلامه فيلم الشقيقان. بعد فيلم الشقيقتان اللي كان آخر أعماله، رجع تاني سنة 2002 بس للتلفزيون، وكان من أهم الأعمال اللي عملها في الفترة دي فيلم إمام الدعاء، اللي كان بيجسد فيه شخصية الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه. وقدم لنا مسلسلات كتيرة جدا وجميلة جدا، ومن أهمهم مسائل عائلية. الصداقة في حياة حسن يوسف. كان الصديق المقرب ليه الفنان محمد عوض، اللي كانوا عاملين دويتو مع بعض، بس مكون من 3 أفراد: حسن يوسف ومحمد عوض ويوسف فخر الدين. والحكاية اللي محدش يعرفها اني في الأول خالص ما كانش يوسف فخر الدين، كان أحمد رمزي، وبعد كده تم استبدال أحمد رمزي، استبدلوه بيوسف فخر الدين. يعني يوسف فخر الدين اتحط مكان أحمد رمزي. من أهم الأفلام اللي اتعملت الفترة دي آخر شقاوة، نمر التلامذة، أصعب جواز. قدم 199 عمل فني، ومنهم ما كانش عالبال، لا يولد الحب غريب، عودة الروح، عصر الحب، اهو ده اللي ما كانش ممكن ابدا، أرملة في المصيدة، ادركني يا دكتور، أحلام الحب، هدى، أنا حرة،
نساء وذئاب. سوق السلاح. الغجرية. مفيش تفاهم. في بيتنا رجل. دماء على النيل. شخصيات تبحث عن مؤلف. الخرصاء. التلميذة. مذكرات تلميذة. كلهم أولادي. قاضي الغرام. صراع مع الملائكة. شفيع القبطية. سلوى في مهب الريح. سر الغائب. الخطايا. منتهى الفرح. على ضفاف النيل. سجين الليل. زوال المدق. امرأة على الهامش. أم العروسة. الشيطان الصغير. الحسناء والطلبة. الباب المفتوح. نمر التلامذة. مع الناس. للرجال فقط. شادية الجبل. حكاية جواز. ثورة البنات. المغامرة الكبرى. العمر أيام. العزاب الثلاثة. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.